ازيكم؟ المحبة قوية كالموت، والغيرة قاسية كالقبر. المقولة دي مش هيفهمها إلا اللي حب جرب نار الغيرة. ايه الإحساس ده اللي بنحب نشوفه في عيون اللي بيحبونا، وبنكره نفسنا وبنلعن الحب وسنينه لما نحس احنا بيه؟ اتعلمناه امتى؟ وفايدته ايه؟ وليه في اختلاف بين الراجل والست في مشاعر الغيرة؟ ده اللي هنتفزلك فيه النهارده. اتكلمنا في حلقة قبل كده عن السرم، وعرفنا ان في اختلاف بين السرم والغيرة، وعرفنا كمان ان المشاعر دي ليها اصل في اجندة التطور تخلينا نتولد بيها علشان تحمينا وتضمن بقائنا. وده يفسر وجودها في بعض الحيوانات اللي عندهم جواز شبه اللي عندنا زي قرود الجبل. ايوه كده ارجع لاصلك قرد. ومع ان مشاعر الغيرة من حقنا لان احنا بنحمي بيها حاجة تخصنا وبنأكد بيها على حبنا، الا انها مشاعر سلبية جدا، لانها مرتبطة بقلة الثقة بالنفس والشك والخوف والغضب، لدرجة انها ثالث اكبر سبب للقتل عند الرجالة، وواحد من اشهر 5 امراض عقلية بتيجي للستات وممكن تخليهم يتهوروا. حرمة سعران. في فرق كبير بين الراجل والست في مشاعر الغيرة، والتطور عنده تفسير لده. الراجل حسب القاعدة التطورية فاكر نفسه كائن نادر ما حصلش وخايف ينقرض، واهم حاجة عنده ان ينقل جيناته للاجيال اللي بعد كده. وبيني وبينكم كده ما يفرقش معاه العيال دي تتربى ازاي. علشان كده غيرة الراجل الجنسية اكتر بكتير من العاطفية. انا كنت عارفه من الاول ان انت واطي مالكش في عشق الروح لك في عشق الجسد الثاني. الراجل تهمه الفيرجينيتي بتاعت الست اللي هيتجوزها، واكتر خناقاته في بداية الارتباط بتبقى على اللبس، تلبسي ايه وما تلبسيش ايه. الطب بيتزحلق والله. شفيقة الغلبانة فاكرة انه عايز يتحكم فيها، الحقيقة انه غيران ومش عايز حد يشوفها سيكشوالي اتراكتيف ومزة غيره. ما تقلقيش، الغيرة دي هتقل مع الوقت وهيعقل. يا رب واشكر فضلك. وكويس انه بقى عندنا جواز دلوقتي، لانه زمان في المجتمعات القبلية كانت غيرة الراجل تمنها غالي قوي، وكان عادي ان الراجل يموت في خناقة على واحدة ست. الستات بقى اعقل من الرجالة، ونقل الجينات ما يفرقش معاهم خالص. اهم حاجة عندها تربية العيال اللي بتاخد وقت طويل جدا وفلوس، وده بيخليها بتحجز على الراجل بتاعها طول الوقت عشان تضمن انه يفضل يصرف عليها وعلى عيالها. علشان كده غيرة الست العاطفية اكتر بكتير من الجنسية. ممكن تغير من مكالمة طويلة شوية مع زميلتك، او لو هزرت مع واحدة ست. الراجل من هبله فاكر انها بتعمل كده عشان بتحبه. يا عبيط، هي خايفة على القرشينات، هتربي العيال منين؟ علشان كده عندها قرون. نعم يا روح امك. قرون استشعار، ما تفهمنيش غلط، تخليها تحس بأي تغير في تصرفات البارتنر بتاعها، ولو شكت في حاجة لا قدر الله انت وحظك بقى. ممكن تبقى دبلوماسية وعقل، وده قليل جدا، بس ساعتها هتعبر عن مشاعرها وهتتكلم وهترجع تاخد بالها منك وتفطرك قبل ما تروح الشغل. يا حبيبي يا حنف يا ابو الاحلاف. او تتقمص وتدخل في السيف مود بتاع مالك مفيش، وتبتدي بقى تراقبك وتقلب في تليفونك وتطب عليك في الشغل وتزق عليك ناس عشان تطمن انك تمام ومالكش في العط. ناس طيبين قوي قوي قوي. او يبقى حظك وحش ومعاك واحدة امبالسيف، ودي بقى ممكن تروح منها تشتم وتغلط، وممكن تواجه الست اللي شاكة فيها وتحط عليها. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخة؟ ايه بقى يا شيخة؟ ومع ان الستات اتغيروا وبقى عندنا سترونج اندبندنت مش محتاجه راجل يصرف عليها، الا انهم لسه بيغيروا. ده لان السوفت وير اللي في مخنا ما بيتغيرش بجيل او بجيلين، اي ابديت بياخد وقت. يا لهوي على سنين الصلاة. مشاعر الغيره دي بتظهر بدري جدا في المراهقين من سن 16 سنه، ومبقاش ليها معنى ولا وظيفه في الوقت ده، بالعكس دي بتبقى همجيه وخطيره جدا. البنت حنان بنت الحاج حسين تخصني. جو بيئه قوي، بس الاختلاط والنشاطات الاجتماعية بتظبط الدنيا شوية. طبعا الثقافة والبيئة من العوامل اللي بتأثر على شكل مشاعر الغيرة عندنا وطرق التعبير عنها، ومش كلنا بنغير بنفس الطريقة ولا من نفس الحاجة. الأمريكان مثلا اتعودوا يخبوا غيرتهم، الفرنسويين على العكس بيقولوا إن مفيش حب من غير غيرة. شايف الناس اللي بتفهم؟ بس للأسف
مش كل الناس غيرتهم طبيعية، وفي اللي بيبقى عندهم غيرة مرضية مش قادرين يتحكموا فيها. تليفونك النهارده مقفول 45 ثانية، ممكن أعرف ليه؟ ده نوع من أنواع الOCD أو الوسواس القهري، والناس دي بتحتاج علاج سلوكي على إيد دكتور متخصص، وممكن يحتاجوا أدوية زي الأنتسايكوتكس ومضادات الاكتئاب قبل ما يدمروا حياتهم ويخسروا حبايبهم. لو حسينا إننا غيرانين نعمل إيه؟ أول حاجة نعملها نقعد لوحدنا ونعترف إننا غيرانين، ونسأل نفسنا الأسئلة الصادمة عن مين اللي إحنا غيرانين منه وليه؟ وهل غيرتنا طبيعية ولا لأ؟ وده هيساعدنا نفهم نفسنا ونعرف إيه التصرفات اللي بتخلينا نغير، وعادي في المرحلة دي إن الموضوع يبقى درامي. بعد كده لازم نواجه ونتكلم ونكون واضحين في مشاعرنا وخوفنا، ونسأل عشان ما نعملش قصص في دماغنا، ونعتذر لو تعصبنا أو كنا أوفر. I'm so sorry. آخر وأصعب مرحلة إننا نسمع البارتنر بتاعنا. اخس عليك يا مسعود، اخس عليك، ليه عملت كده؟ ده هيخلينا نحط توقعات مظبوطة للعلاقة بيننا مبنية على حاجة واقعية، وهيساعدنا نفهم هو بيفكر إزاي وحاسس بإيه، ويخلينا نبطل نفكر في نفسنا. بطلي بقى غيرة وخنقة. وطبعا لازم نفتكر إن البارتنر بتاعنا مش بيحبنا عشان حاجة واحدة، هو بيحبنا عشان حاجات كتير قوي، ومش هنلاقي حد ينافسنا في كل حاجة. الخلاصة إن الغيرة مشاعر طبيعية كلنا بنحس بيها، والمفروض ما نتكسفش منها لأنها بتحمينا وتحافظ على حبنا، بس لازم نتعامل معاها وما نسيبهاش تغلبنا، لأن أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، وبدل ما الغيرة هتبقى أكبر برهان للحب، هتبقى جهنم الحمراء اللي تحرقك وتدمر حبك. أشوفكم على خير.